تعالوا نحتفل من جديد بالكابتن محمد أبو تريكة اللي هو بمثابة سفير حقيقي لمصر، حتى وإن اختلف معه البعض. الكابتن محمد أبو تريكة سافر للجزائر لتكريمه. انتوا عارفين الجزائر حتى في ظل الأزمة بينها وبين مصر، لكن دائما حتى كانت تتعامل مع نموذج أبو تريكة على أنه النموذج الأخلاقي الذي يمكن أن يوحد الشعوب العربية، يعني على اعتبار الرياضة كمان هي أداة توحيد. لكن أحيانا البعض بيستخدمها في الانقسام وفي العنصرية وفي التشرذم. لكن لما تلاقوا أنه يتم الاحتفاء بأبو تريكة في أي مكان، حتى يا جماعة لو اختلف، نفتح قوسين كده، لو اختلف معه الكثيرون وما أكثر الذين يختلفون معه وبيظلموه في هذا الخلاف والاختلاف، يعني أبو تريكة تم الاحتفاء به بشكل كبير في الجزائر، واستقبلته الجماهير بشكل حافل، حتى أنه البعض كتب تعليقات أنه لم يتم استقبال حتى سياسي بهذا الشكل. بالإضافة إلى أنه في غزة سيتم إطلاق اسم أبو تريكة على شارع في قطاع غزة. مفيش حد بقى يقول أصل غزة مش حماس، وغزة العلاقة حتى مع مصر، غزة التي كانت تخضع للإدارة المصرية، والعلاقات بينها وبين مصر هي علاقة حميمة في كل الأحوال. سيتم إطلاق اسم أبو تريكة على شارع في قطاع غزة، لأنه قال طبعا ده لمساندته للقضية الفلسطينية، وهو قال أنا طلبت أن الفانيلا اللي كتب عليها التضامن مع أهالي غزة خلال العدوان الإسرائيلي، أوصى بأن يتم دفنها معه في القبر. يعني ده أدى هذه اللفتة بالإضافة إلى تضامنه مع الفلسطينيين إلى هيتم إطلاق اسمه على شارع في قطاع غزة. تعالوا نشوف استقبال الكابتن محمد أبو تريكة بحفاوة في الجزائر، وإحنا كمان يجب أن نحتفي بذلك، إنه في عندك رياضي مصري يستقبل بهذا الاستقبال ويتم الاحتفال به والاحتفاء به بهذا الشكل. في العالم كله يقدر قيمة أبو تريكة، بينما نحن للأسف الشديد يحاول بعضنا تشويه هذه الشخصية التي لعبت دورا كبيرا زي ما انتم شايفين في على الأقل توحيد القلوب العربية في ظل خلافات وفي ظل افتعال خلافات دائمة هنا وهناك. الحفاوة اللي استقبل بها أبو تريكة والتي يستقبل بها في أي مكان يجب أن نفخر بها ونعتز بها، ونقول أنه في مصر رياضي مثل أبو تريكة يؤدي هذا الدور ويلعب هذا الدور، هو بمثابة سفير لمصر. لكن للأسف الشديد احنا أساتذة في تشويه رموزنا وأبطالنا، وفي تشويه كل من يقدم فنا في أي مجال وإبداعا، أساتذة في عملية التشويه. يعني ليس أبو تريكة فقط، هتلاحظوا لا هتلاقوا فيه الكثير من رموزنا الفنية والرياضية والأدبية تتعرض للتشويه دائما. لكن سيبقى الجمال، سيبقى الإبداع، وستبقى هذه الأخلاق، وهو ده اللي بيخلي لماذا يتم استقباله بهذا الشكل. انت مش ممكن أبدا انك تصطنع أو انك تصنع تلقائية أو تصنع الحب لا يصنع ولا التلقائية تصنع، ولكنها الشعوب بتشعر بيها. في أي مكان هتلاقوا فيه احتفاء واحتفال بالكابتن محمد أبو تريكة، واحنا كمان لازم نبقى سعداء باستقباله بهذا الشكل. هو يستقبل على اعتبار انه نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة. لكن للأسف ما زلنا نعاني من لعبة التشويه التي يمارسها البعض، أساتذة في جلد ذواتنا
ونجلد الذات بشكل دائم عن باطل وعن حق. جلد الذات عن حق مطلوب علشان تكتشف أخطائك، لكن تشويه رموزنا وتشويه الذين أبدعوا وحققوا نجاحا في كل المجالات لا، هو تشويه للشخصية المصرية وتشويه للإبداع المصري. في كل دول العالم يقدرون أبو تريكة، لكن البعض هنا يتطاول عليه ويحاول أن يشوهه.